في رأيي أن الجزائر تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تسمى البوليزاريو منذ أكثر من 50 سنة دون أن تستطيع الخروج من عنق الزجاجة. هكذا فجر عمار سعيداني الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني مفاجأة عندما صرح لموقع كل شيء عن الجزائر في أكتوبر 2019 بأن بلاده أنفقت مبالغ طائلة على جبهة البوليزاريو دون تحقيق أي نتائج تذكر. لم يكن هذا التصريح سوى قمة جبل الجليد في ملف ظل مغلقا لعقود وبمثابة طابو بين أسوار النظام الجزائري، قبل أن تكشف وثائق رسمية أمريكية النقاب عن حجم الإنفاق الجزائري في واشنطن لدعم الانفصال في المغرب. عمل النظام الجزائري على مدى عقود على توقيع اتفاقيات بملايين الدولارات مع جماعات الضغط السياسي في واشنطن، كان الهدف منها التأثير على صناع القرار الأمريكيين في قضية الصحراء. شهر أبريل 2024 نشرت جريدة الصحيفة تحقيقاً استند إلى 78 وثيقة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية تظهر أن الجزائر تعاقدت مع شركات لوبي أمريكية بين 2007 و2023 بهدف الترويج للطرح الانفصالي وعرقلة دعم الولايات المتحدة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. البداية كانت مع مكتب فلوي هوغ LLP الذي وقعت معه السفارة الجزائرية في واشنطن عقدا في 16 من مايو 2007، أي بعد أسابيع قليلة من صدور قرار مجلس الأمن رقم 1754 الذي أقر بجدية ومصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي. ونص العقد على تقديم المكتب خدمات قانونية واستشارية مع بند يسمح للجزائر بطلب مهام محددة مقابل أتعاب بلغت 30,000 دولار شهرياً، بالإضافة إلى مبالغ أخرى عبارة عن فواتير خدمات إضافية مثل دفعها 120,000 دولار و106,000 دولار كفواتير للخدمات. وفي سنة 2008 دفعت الجزائر 360,000 دولار كتكاليف ثابتة وأكثر من 416,000 دولار كفواتير للخدمات لهذا المكتب. وطيلة السنوات التالية لم تنزل قيمة هذه الأخيرة عن 420,000 دولار سنويا تدفعها لهذا المكتب الذي يشتغل مع أعضاء في الكونغرس والإدارات الأمريكية لاستمالتهم في قضايا معينة. وبحلول 2023 كانت الجزائر قد أنفقت 12.72 مليون دولار على هذا المكتب وحده، منها 5.88 مليون دولار كتكاليف ثابتة و6.84 مليون دولار كفواتير خدمات. وبمراجعة الوثائق كشفت الصحيفة عن قائمة من السياسيين الأمريكيين الذين تعاملوا مع اللوبي الجزائري، ومن بينهم 18 سيناتورا بارزا، 13 منهم من الحزب الديمقراطي و5 من الحزب الجمهوري. من بين الديمقراطيين الذين التقى بهم مكتب فلوي هوغ LLP نجد جون كيري وزير الخارجية الأسبق والمبعوث الشخصي للرئيس الأسبق جو بايدن المكلف بالمناخ، وإدوارد كينيدي شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي والذي كان عضوا في مجلس الشيوخ، إضافة إلى ريتشارد ديك دوروبين زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، وبوب مينديز ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ لفترتين. أما الجمهوريون فقد شملوا شخصيات نافذة مثل أورين هاتش رئيس مجلس الشيوخ المؤقت بين 2015 و2019، ولينزي غراهام السيناتور البارز عن كارولاينا الجنوبية، وجيمس إنهوف الذي يعد من أبرز المدافعين عن البوليزاريو، حيث قاد حملة ضغط ضد مناورات الأسد الإفريقي، إلى جانب صياغته رفقة باتريك ليهي لرسالة موجهة إلى الرئيس السابق جو بايدن للتراجع عن المرسوم الرئاسي الذي وقعه سلفه دونالد ترامب والذي يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء. وإلى جانب أعضاء مجلس الشيوخ كشفت الوثائق عن 39 عضواً في مجلس النواب تعاملوا مع اللوبي الجزائري، من بينهم شخصيات ديمقراطية مثل آدم شيف الذي قاد حملة مساءلة الرئيس دونالد ترامب، وإلهان عمر النائب المثير للجدل، وكارين باس الحاكمة لمقاطعة لوس أنجلوس. أما عن الحزب الجمهوري فقد ظهر في القائمة أسماء مثل راندي هولت جرين، مارك كيرك، وفرانك وولف. ومع مرور السنوات توسعت استراتيجية الضغط الجزائرية لتشمل وسائل أخرى، من بينها إشراك شركة النفط الوطنية سوناتراك في تمويل أنشطة اللوبي، حيث في 2018 وقعت سوناتراك عقدا مع شركة International Policy Solution التي كانت مهمتها استقطاب سياسيين أمريكيين لدعم موقف الجزائر مقابل أتعاب بلغت 33,000 دولار شهريا.
وما بين 2019 و2023 أنفقت سوناتراك أكثر من 3.3 مليون دولار على هذه الشركة، وشملت المصاريف تنظيم حفلات استقبال لأعضاء الكونغرس مثل الحفل الذي أقيم في فندق ويلارد انتركونتيننتال بواشنطن في سبتمبر 2018 والذي حضره 21 عضوا في الكونغرس. كما لجأت الجزائر إلى شركة كيني كونسولتينج التي يملكها الصحفي والسياسي الجمهوري ديفيد كين، حيث وقعت عقداً معها في أكتوبر 2018 بهدف الترويج لمقالات مدفوعة الأجر تهاجم المغرب وتدعم البوليزاريو. ومن بين هذه المقالات مقال نشر في صحيفة واشنطن تايمز بعنوان مستعمرة إفريقيا الأخيرة، سعى إلى تصوير المغرب كدولة استعمارية في محاولة للتأثير على الرأي العام الأمريكي. ومع تخصيص النظام الجزائري ملايين الدولارات لدعم الانفصال في المغرب ومحاولة استمالة الإدارة الأمريكية للتخلي عن دعم المملكة، وصل الأمر إلى عرض السفير الجزائري لدى واشنطن صبري بوقادو على إدارة ترامب الاستفادة من الثروات المعدنية للجزائر، مؤكدا في حوار مع صحيفة ديفان سكوب الأمريكية أن بلاده مستعدة للحديث عن موادها المعدنية الوفيرة. السفير الجزائري في واشنطن اعتبر أن الرئيس ترامب رجل صفقات، وأن الجزائر مستعدة لأن تعقد معه الصفقة وتبيع له إمكانياتها لضمان حياده في قضية الصحراء. وبعد 5 عقود من صرف ملايين الدولارات على اللوبينج والإنفاق السخي على جماعات الضغط في واشنطن لدعم الانفصال في المغرب، تجد الجزائر نفسها أمام حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن المغرب يمضي في تنمية الصحراء ويعزز استثماراته فيها ويحصن حدوده عسكريا ويغير القواعد السياسية المتعلقة بالملف. وإذا كان عمار سعيداني قد تساءل ذات يوم عن جدوى الأموال التي أنفقت على البوليزاريو، فهل حان الوقت لأن يتساءل الجزائريون عن مصير ملايير الدولارات صرفت دون أن تحقق شيئا من الواقع؟